اشتغل؟ ايه ده غريب. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ وحشتونا. عاملين ايه؟ يلا كم تعالوا كلوا معايا. عاملين ايه بقى؟ ورينا عاملين ايه. قلنا نتغدى سوا كالعاده. كوسه بالبشاميل، شويه شيبس على البطاطس، على ما قسم. شيبس وبطاطس اهو، وقته وعيش وتف اسمه ايه؟ لفت. لفت. ايوه انا اللي مخللاه اللفت ده. ماما مخللاه. وبس كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اه والله عمال ايديا وحياة عينيا. يلا تعالوا كلوا معايا. انا عملت لكم طريقه الكوسه دي بالبشاميل. وهنزلها على القناه. يبقوا تابعوا كده وشوفوا الطريقه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا اتفضلوا معايا يا حبايبي. تحفه قوي. يا سلام، بس حاسه ملحها. مش عارفه ليه حاسه ملحها زياده شويه. والله. ما قطعتش القطه ولا عملتها شرايح سلايز ولا الكلام الفاضي ده. قلت اغسل الكوز كده زي ما هو واقسمه انا ودي. نخلي البساط احمدي. واحد تحفه. تمام. الهنا والشفا يا حبيبه قلبي. الله يهنيك يا نونا. ايه اللي جاي بعد كبرى؟ ايه اللي جاي بعد كبرى؟ ولا بيعيدوا اخر حلقتين ولا ايه؟ اغلى حاجه في القناه دي ان هي بتعيد وتزيد اللي بتعرضه كتير. لما بتزهق الناس منها. المسلسل ده كان بيجي في رمضان. عارفه كبرى. كبرى ده بتاع العاب النت والكمبيوتر اللي هي زي الامور دي. ليه لا؟ تقريبا. لا مش ليه لا. ما كانش اسمه كده. مش 80 باكو لا. أعلى نسبة مشاهدة. لا لا ده مش أعلى نسبة مشاهدة. بقول لك برضه أعلى نسبة مشاهدة بتاع يوتيوب كتير. ما عندهمش محتوى يعني ولا ايه؟ ما عندهمش حاجات جديدة. عمالين نتنمر على القنوات اللي مش عاجبانا. احنا لسه بنقول يا هادي ولسه نونو وبنتنمر على القنوات الكبيره اللي مش عارف ايه. عملت ايه النهارده في المدرسه؟ كان يوم حلو؟ في بقى مستات كده واقفيني في الزور، أعوذ بالله. من علمني حرفا صرت له عبدا. هي ما علمتنيش حرفا، هي واحدة بتتمشى في الطرق ما لهاش أي لازمة. بس اسمها مدرستك، اسمها معلمة. والمعلم بيبقى في مقام الأم والأب في مرتبة عالية، لازم نبجله ونحترمه. قم للمعلم أعطيه تبجيلا. أعطيه تبجيلا.
وفي التبجيل أخذنا كاد المعلم أن يكون رسولا. أخذنا الشعر ده. يعني فيما معناه ما احنا إن لا إحنا بس واجب لا، علينا ان بس احنا برضه نحترم المعلم مش بتاعنا هنحترم حد مش اكبر هنحترمه. مننا، ليه برضه هيبه وليه كيانه وليه احترامه في المعامله وفي رد الفعل وفي كل حاجه. لو عايزين نعترض على حاجه نعترض بذوق وبأدب وبطريقه شيك بتنم وبتنقل اللي بتنم عن تربيتنا، وبتنقل اللي حوالينا البيئة اللي احنا عشنا فيها وتربينا وطلعنا منها يعني. فمعلش هي نرفز شوية طريقتها كده، هي طبعا ما بقولش ان هي كده صح، هي كده برضو غلط. لازم يبقى في اسلوب تربوي شوية، لازم يبقى الاساس في التعامل بين المعلم والتلميذ او الطالب التربوية والمعاملة الطيبة واللين والرحمة، عشان انت على الاقل هتتحبب من قبل الطالب او التلميذ، هتلاقي نفسك بتقدر تفوت كده زي السكين في الحلاوة معاه، تقول كل حاجة، تسمع كلامك في اي شيء. يعني انت بتطلب مثلا يسكت يوطي صوته في الكلاس، بتطلب منه انت ليه متأخر في الجاردن بتاع المدرسة، ما طلعتش ليه الكلاس بتاعك، لابس كده ليه، ده مخالف. لو بتطلبه بطريقة شيك انت كمعلم، او بتتكلم بطريقة فيها لين ورحمة واسلوب تربوي وفي حسم برضو، مش يعني هو الولاد دايما محتاجين اوقات الحسم والشدة والطريقة اللي فيها شخصية قوية، بس ممكن اوازن ما بين الشخصية القوية والحسم كمدرس او كمعلم، وما بين اني اتحب من التلميذ او من تلاميذ الطلبه بتوعي. مش لازم اتكره ويبقى في رهبه فيها خوف، الخوف اللي بكره، لا، ممكن يكون في رهبه فيها هيبه وفيها احترام وفيها يعني اللي بيحطها الموده والعلاقه اللينك المربوط ما بين الطفل او ما بين الطالب والمعلم بتاعه، اللي هو اساسه المحبه والموده والتفاهم. انما زعيق وصريخ وعمال على بطال وافرض سلطتي ومستبد كمعلم او معلمه او وكيل مدرسه او مدير او مش في كل الاحوال، مش طول الوقت. اوقات بتبقى لازم تبقى تعمل كده، بس معظم الاوقات المفروض انك تكون رحيم وبتتعامل بما يرضي الله مع اعمل ان الولاد اللي قدامك او بتتعامل معاهم دول كطلبه او تلاميذ ولادك. اعتقد انك مش هترضى عليهم ان انت تسمع شكوى منهم ان معلمهم بيضربهم او بيشتمهم او بيشخط فيهم عمال على بطال، بيتعامل معاهم بطريقه تخوف او تربكه طول الوقت. فاتمنى يعني الطالب يحترم معلمه، والمعلم اسلوبه يخلي الطالب ويرغمه غصب عنه بحبه واحترامه ولينه ورحمته، ميكونش فظ القلب كده. كلية حبيبتي انه الطالب يحبه ويستنى حصته ويستنى يشوفه في المدرسة، سواء اخصائي اجتماعي او سواء وكيل او مدير او مدرس او مدرسة. الطالب يبقى حابب يروح يتعامل معاه ويشوفه ويتكلم معاه ويسلم عليه، ويبقى في علاقة كده متصلة دايما ما بين الطالب وما بين المعلم ايا كان مركزه ايه في المدرسة. فلا يعني هو الموضوع محتاج توازن شوية ومحتاج طريقة سوية، يعني ما يبقاش المعلم مثلا عنده مشكلة في بيته ولا المدرسة متخانقة مع جوزها تيجي تطلع ده على ولادنا. ما ينفعش، يعني هي نفسها مش هترضى ان ولادها يحصل فيها كده. طالما الطفل او التلميذ او الطالب ما غلطش غلط فادح، نقدر نلم الدنيا وننصحه نصيحة طيبة باسلوب يتقبله، لان الجيل ده غير الاجيال اللي فاتت. الجيل ده جيل السوشيال ميديا وجيل حاجات كتير وتطور احنا بنعيشه، وهما بيطلعوا وبيشوفوا جيل فيه حرية اكتر، فيه حرية رأي وتعبير عن الرأي واوقات بجاحة وغلاسة ومش عارف ايه. فلا يعني المدرسة عليها عامل في الطريقة التربوية والتربية عموما
والبيت برضو عليه عين، ولازم يبقى فيه موازنه، ولازم يبقى فيه لينك متصل ما بين المعلم والطالب دايما. اساسه المحبه والموده والحسم، يعني عند اللزوم، بس بطريقه برضو فيها تفاهم. فاهمين يا حبايبي؟ فانشي برضو مهما كان هي زعلتك في حاجه او كلمتك بطريقه اتضايقتي منها، بالراحه، فهميها بالراحه، اتناقشي معاها، قولي يا جسم اهو عشان كذا، ما سمعتش ما تقبلتش ما تتكلميش، روحي فصلك بهدوء وخلاص، وربنا يهدي. نقول ايه؟ ربنا يهدي. ولا انتوا ايه رايكم في كلامي ده؟ لو شايفين ان كلامي فيه حاجه غلط او معايا متفقين عرفوني في الكومنتات، ولو من الابطال معانا لسه بتشوفوا الفيديو لغايه دلوقتي انزلوا كومنت حلو يشجعنا، لايك، شير، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس، والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفونا حاجه. هتجيبي سخن؟ مش حلو. حراقه يا ليلي صح؟ بس انا حاساها دلوقتي يعني مش قوي. اتكلمنا بفلسفه زياده عن اللزوم ولا حاجه؟ افورنا. ما انا بتاخدني جلاله كده بافور. بقول لهم اتكلمنا بفلسفه زياده عن اللزوم ولا حاجه؟ افورنا. بقول لهم لما بتاخدني الجلاله انا بافور. بعيش في دور الكاتبه والمدرسه لا بس او بجد الفيلسوفه. قال يعني المدرسة اللي بنتكلم عليها دي مش مدرسة، هي وكيلك. قد ايه كده عشان نبقى نقطع؟ 12 مش نقفل بقى. كلمت كملي. ما تذكريش اسماء دلوقتي أنا ولا كنت في مرة وظيفتها ايه؟ مرة كنت لابسة اللي هي السماعة اللي هي كده دي في المدرسة، اللي هي اللي بتدفي الودن، مش بشغل أغاني ولا حاجة، بتشغلش أغاني، اللي هي اللي بتبقى بره بتدفي الودن دي، عشان كنت بردانة ودني كانت بتسقع جامد في عز الشتاء. كنت لابسة. قالت لي ايه يا بنتي انت لابساها؟ قال لي قلت لها يا ميس دي بتدفي ودني عشان ببرد. قالت لي لا الكلام ده مش عارفة ايه. من ساعتها وهي مش سايباني بحالي. أي حاجة التيشيرت ما مثلا عملتش حاجه غلط، هي لابسه حاجه مدفيها في الشهر ودنا. طلعتها وحشة قوي. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، لازم يبقى فيه موده ورحمه واسلوب فيه لين. واسلوب يكون فيه لين لعرض الاعتراض او انه تنصح الطالب او التلميذ بحاجه معينه او كده. ايه المشكله لما نتكلم بشياكه وبحب؟ اعملي نفسك مامتها، تخيلي ان انت تتعاملي مع ابنك مثلا في نفس المدرسه او هتعامليه بنفس الطريقه كطفله. فربنا يهدي الحال ويصلح الحال. توحشونا، استنونا في لايف ان شاء الله كل يوم لو قدرنا هنعمل لايف. باي باي.